السلام عليكم مشاهدينا الكرام في أخبار المغرب اليوم. كارثة تفجع المغاربة وتصدم العالم. اليوم وقوع انفجار عنيف خلف رعب كبير في نفوس المواطنين المغاربة، والمغاربة ملزمون على اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر نتيجة ما وقع هذا اليوم بسبب هذا الانفجار الكبير. قبل لحظات أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بإسطنبول أنها تتابع عن قرب أوضاع المواطنين المغاربة المتواجدين هناك. وعلى إثر هذا الانفجار المأساوي الذي شهده شارع الاستقلال والذي خلف قتلى بمنطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية هذا اليوم، قامت الوزارة بإحداث خلية أزمة إلى جانب تخصيص أرقام هاتفية رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل التواصل والاستفسار. وأعلن حاكم إسطنبول عن ارتفاع عدد القتلى الذي تجاوز 6 قتلى وسقوط أزيد من 53 جريح. واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا اليوم عبر التلفزيون الانفجار في إسطنبول هجوما دنيئا، مشيرا إلى أنه خلف 6 قتلى و58 جريح وفق آخر حصيلة. وقال بعد ساعتين من الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال التجاري سيتم كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء ليتأكد شعبنا أننا سنعاقب المنفذ عقابا شديدا. شكرا لكم متتبعي قناة أخبار المغرب اليوم، وإلى اللقاء. ما تنساوش تدعمونا في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.